احتراف التصوير يا جماعة الخير والله ما في أسهل من عنده، وأنا ودي كل متابعيني يكونون متميزين في يومياتهم. أنتم بتحتاجون أشياء أساسية. أولا الإضاءة، ثانيا ثبات وعدم اهتزاز، ثالثا نظافة العدسة. أنتم قبل التصوير لازم أنكم تهتمون في نظافة العدسة. هذه أهم 3 نقاط قبل ما أنكم تقدمون على التصوير. أوكي هذه المرحلة الأولى ولازم أنكم تحطونها في ذهنكم في كل وقت. نظافة العدسة مهمة بشكل مو طبيعي. مثل هذه اللقطة أنا أخذتها عن طريق كاميرا الجهاز وليس كاميرا سناب. بإمكان كاميرا سناب أنها تعمل لكم وحدة مشابهة، لكن مو مثل جودة هذه الصورة وإمكانياتها. خلونا نسوي مع بعض صورة عن طريق كاميرا سناب. مثلا شوف الآن عندي كوبايتين، لو أركز على الكوباية بهذا الشكل راح يتلاشى اللي بالخلف، يصير تركيز الفوكس على هذه. لما أدوس هنا يصير تركيز الفوكس على الخلف وتتلاشى الكوباية. أوكي، هذه كاميرا سناب والتركيز حقها كذا. بعدين تحطون الألوان اللي تناسبكم. خلونا نفتح كاميرا الجهاز. كاميرا الجهاز إمكانياتها أعلى. نبي نصور لقطة بورتريه نفس اللي أنا سويتها قبل شوي. الآن يقول لي ابتعد قليلا، يعني ما في إمكانية البورتريه. لما أبعد الكاسات لاحظوا معي كذا الآن صارت معي لقطة. الآن بعد ما تفعل معنا نمط البورتريه وتركزت العدسة على الكوبايات، نلتقط صورة من دون ما نسوي أي حاجات إضافية. نلتقطها بهذا الشكل، ندخل لها عن طريق الكاميرا أو عن طريق ألبوم الصور. صارت معنا صورة بورتريه. لو ندوس كذا نمط بورتريه، ندوس على تحرير. أول حاجة نسويها المقاسات نجي تكون ملائمة لشاشة سناب أو غير سناب. ندوس على هذه، بعدها 16:9 كذا خلصنا من عندها. ممتاز. نرجع لهنا. هنا الأساس حق نمط البورتريه وتركيز الفوكس. ندوس على هذه الخلفية، شايفين الخلفية معي؟ كذا نقدر نخليها تتلاشى أكثر، كذا نخليها واضحة. شايفين معي؟ دائما إذا تلاشت يبرز المضمون، قد ما تلاشى يبرز المضمون. خلصنا منها. في أنماط هنا للألوان، تجون تختارون النمط اللي تبونه. ما تبونه تدوسون على هذه تلقائي وتعدلون في الألوان. هنا في مجموعة خيارات، كل خيار أوكي. هذه الخيارات قلت لكم لتعديل الصورة، وكل واحد يتفنن حبة حبة في الألوان. هذا الخيار الأخير حق سطوع الحواف. شايفين الحواف تقلب باللون الأسود، يصير تركيز كله بالنص. أيضا هنا وضع البورتريه في عدة أنماط له، تقدرون تحطونها بعد ما تصورون. شايفين في عدة أنماط، تختارون أنتم النمط اللي يناسبكم. مجرد ما تخلصونها خلاص تتوجهون على. توجهنا إلى سناب شات. الآن بنعدل على الصورة عن طريق تطبيق سناب شات. مثلا بنسوي نفس هذه الصورة، مثلا ندوس عليها كذا، بعدين تعديل. في حاجة مهمة جدا جدا، أنتم إذا جيتوا تبون كتابة بخلفية شفافة عن طريق القلم، تختارون اللون الشفاف من هنا، بعدين تدوسون عليها تظلون معلقين لحد ما يتغير إلى اللون الرصاصي. كذا تكبرون في الدائرة وتصغرون. شايفين الدائرة كيف تكبر معي بهذا الشكل؟ مثلا بحط الدائرة بهذا الشكل هنا ليجي يكون في تضليل، أو بغير موقعها إلى هنا بهذا الشكل. أوكي. إن مثلا بخليها بهذا الشكل. حلو. الحياة تسير مع المبدعين. مثلا كتبنا الجملة اللي نبغاها، بنحطها مثلا هنا. أوكي. بنغير لونها إلى اللون الأسود، بنعطيها خط تضليل. كيف نسوي الخط؟ ندوس على الأرقام، ندوس على هذه بهذا الشكل. بعدين في نمط من الخطوط يسوي لنا هذا الخط، مو كل نمط يسوي لنا خط متصل. بنحط عليه مثلا باللون الأصفر كذا. خلاص تصغرونه على مستوى الكتابة. أوكي. خلونا على مستوى الكتابة، أنتوا ترتبونه بهذا الشكل كذا مثلا. أوكي. أنا بس أعلمكم الأدوات وأنتم تصممون على راحتكم. حلوين. كيف تجعل من الخط العادية تنسيق جميل جدا؟ مثلا هذه الجملة: حسبي الله وحده ونعم الوكيل. نبي نظلل لفظ الجلالة إلى اللون الأصفر بهذا الشكل. ننزل عليها الخطوط اللي علمتكم إياها من شوي بهذا الشكل. صارت منسقة
قل للظالمين حسبي الله وحده ونعم الوكيل. أنا بس أنوركم الأدوات وأنتم تبدعون على الصور اللي عندكم والخطوط أكثر وأكثر.